شايف كل الدبان الميت ده؟ انت ممكن تشوف ان دي حاجه كويسه وان المكافحه كده نجحت، بس بالنسبه ليا المنظر ده ممكن يكون مؤشر ان عندك مشكله اكبر بكتير من الدبان الميت، لان الدبان اللي انت شايفه قدامك ده هو للاسف اخر مرحله، بس في دوره حياه كامله بتحصل اغلبها في اماكن تانية انت ممكن اصلا ما تكونش شايف. دوره حياه الذباب بتمر باربع مراحل: البيضه واليرقه والعذراء، وبعدها الذبابه البالغه اللي انت بتشوفها قدامك. البدايه بتكون دايما من البيض، والذبابه المنزليه بتدور على مواد عضويه مناسبه فيها رطوبه وحراره علشان تحط فيها البيض، زي روث الحيوانات، بقايا الاعلاف، مخلفات عضويه متحلله. وهنا اول جزء في المكافحه مش بيبدا بالمبيد، بيبدا دايما بالنظافه واداره المخلفات، تقليل الرطوبه، تخلص من اماكن التكاثر. وفي بعض برامج المكافحه ممكن كمان نستخدم مركبات مخصصه للاطوار غير البالغه زي منظمات النمو او مبيدات بتاثر على اليرقات، حسب طبعا المكان والمنتج وطريقه استخدامه. بعد البيض بتخرج حاجه اسمها اليرقات، او الناس دايما بتسميها بالدود، ودي بتعيش وتتغذى جوه الماده العضويه الرطبه. وبعد ما اليرقه تكمل نموها بتدخل في مرحله العذراء، ودي مرحله ناس كتير اصلا بتنساها وهي بتكافح الذباب. وبعدها بتخرج الذبابه الكامله او البالغه، وساعتها بس انت بتبدا تشوف المشكله بعينك. والمفاجاه ان في الظروف المناسبه دوره حياه الذبابه المنزليه من البيضه لحد الحشره البالغه ممكن تكتمل في حوالي 10 ايام. يعني لو كل تركيزك على قتل الدبان اللي بيطير قدامك لكن الاماكن التكاثر لسه موجوده، انت بتتعامل مع اخر مرحله وبتسيب مصدر اجيال جديده شغال. علشان كده مكافحه الدبان في المزارع مش معناها انك انت ترش وتشوف كام دبانه وقعت، لازم تفهم دوره حياه الحشره كامله وتعرف كل مرحله موجوده فين، وتمنع اماكن التكاثر وتقلل الرطوبه والمخلفات المناسبه لنمو اليرقات. وبعد كده تتعامل مع الحشرات البالغه بالطريقه المناسبه، لان المكافحه الحقيقيه مش انك انت تقتل الحشره اللي انت شايفها، المكافحه الحقيقيه انك تكسر دوره حياتها. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن المبيدات والحشرات تواصل معانا.